كلنا متابعينا من مدينة كريمة الحبيبة والحنينة، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. مساحة للمعايدة مع نجوم المجتمع والفن الموجودين في هذه المدينة. من خلف عدسة الكاميرا نيزو ميديا، وبالتأكيد هي تحياتي أماني عبد السلام. هذه المساحة عاطر التهاني مع ممدوح وأماني. تحية من على البعد للزميل ممدوح الحاج. أهلا ومرحبا بكم. ومعانا واحد من المبدعين المعروفين في كريمة، اشتهر بفنه، بإبداعه، بمسيرته الراقية، بخبرته وبتواضعه وأدبه الجم. موجود دائما مع الجميع عمر كريمة أو عمر محجوب الشهير بعمر كريمة. كل سنة وانت طيب أستاذ عمر. وكل سنة طيبين وربنا يحقق الأماني وإقامة طيبة في بلدنا الجميلة دي يعني. عمر، ظروف الحرب يمكن جابت ناس كتار في كريمة، لكن انت واحد من أبناء، ودي بالنسبة لك جذورك والانتماء. العيد في كريمة ونبض العيد بالنسبة لك، وده العيد الكبير. والله طبعا يعني أنا لي 22 سنة يعني بعيد من البلد، لكن ده أول طبعا عيد أنا أضرب له طعم مع الأهل. وطبعا دائما نكهة العيد مع الأهل بتختلف من أي مكان آخر يعني. الشيء بتكون مظبطة، الشيء والشربوت ولمة الناس والونسة والجبنات والقعدات دي يعني ما بتلقاها في أي حتة يعني. هنا التواصل أكتر من إنك تكون في حتة تانية يعني مع أهلك هنا بالذات. لكن أكيد يا أستاذ عمر من غير مقاطعة، الحنين وأشجان العودة للخرطوم والعيد في الخرطوم برضو أكيد أنت حسيت. والله يا أخي الواحد فعلا يعني هو يعني زي ما بتقولي فقدنا الجيران يعني حاجة، مع إنه الواحد شعر بمرارة تحت البعاد وكده، لكن برضو الحمد لله هنا الواحد برضو وسط أهله يعني الحمد لله يعني. خرطوم طبعا جيراننا وبيقوا أهل، وهنا طبعا أهلنا الأصليين يعني. فعلا يعني الواحد بيحس بمرارة البعاد وفعلا عندنا شوق وحنين للخرطوم، لكن إن شاء الله عما غريب تهدى الامور والحرب تقيف ان شاء الله والناس تتلم من جديد. ينصلح حال البلاد في كل الارجاء يعني، في الخرطوم، في الجزيره، في دارفور الحبيبه، في كل بإذن مكان. الله ان شاء الله. استاذ عمر، ما عاوز اخدك في محك ولا حته ضيقه، لكن العيد في الخرطوم ولا العيد في كريمه؟ العيد في طبعا في كريمه. في كريمه، ايوه. طيب حتقول شنو لناس كريمه؟ دندنه سريعه وبعديها عيد. ناس كريمه والله بقول لهم يا اخي كنا فرشنا السكة ورود، لو كلمتنا كان بجية. ده إحساس ناس كريمة عزيزة يوم موعود الخلاك تطرانا شوية. طبعا يعني هنا انت لما تيجي تحس برحشة كده وبتحس بنايم انت راكب في الباص وجاي هنا على الشمالية ده عامة يعني، بتديك احساس كده غريب جدا يعني، ما زي احساس الخرطوم والله بجد يعني. في حنيه كده بتخشك وشوق وحنين وإلفة بين الاهل. طيب لو قلنا لك دندن بمقطع تعبر فيه باحساسك للخرطوم. الخرطوم يا لندي جمالك فيك جنة رضوان، أنا من شبيت يا وطني زيك ما لقيت يا وطني. يا سلام، تحية لك وتحية للوطن وتحية لموطنك الصغير كريمة، وتحية للوطن الحبيب السودان. كتر خيرك كثير أستاذ عمر كريمة، وسعدنا بك. كل سنة وأنت طيب، وكل سنة وأنتوا العيد عاطر التهاني والأماني من خلال ممدوح وأماني. دي معايدتنا لكم، خليكم قراب، لسه المعايدات جاية.